السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا احيي استاذنا الدكتور ايمن بيومي حفظه الله على براعته في الفيديوهات اللي بيعرضها. طبعا احنا على فكرة حضراتكم الملابس والأحذية أحب أعرفكم اللي هي ما اتباعتش في الكريسماس والمواسم، لما بيعدي عليها كم شهر بينزل عليها تخفيض. فهو فعلا اختار الوقت السليم والمكان السليم عشان يثبت للناس ان اسعار الملابس والاحذية رخيصة، وطبعا استشهد باشياء اسعارها ارخص من المتوسط. هي في اوقات تانية هذه المنتجات من ملابس واحذية بيكون سعرها العادي اعلى من كده، ولكن اللي بيحصل ان في شهر مارس الحاجات اللي ما اتباعتش في الاعياد بينزل عليها تخفيض. وفي بعض الاماكن طبعا هو اختار الاماكن بعناية، فطبعا نحييه على هذه البراعة. والى ان استاذنا الدكتور ايمن بيومي حفظه الله في أشياء معينة بيتجنبها، وهي الشق الغالي في حياة الناس. زي إيه؟ زي الإيجار. يا ريت يا أستاذنا تفرجنا على الشقق وإيجاراتها وتورينا قد إيه هي رخيصة وفي المتناول. طبعا لأنك لحد هذه اللحظة ما هوبتش ناحية الحتة دي، لأنك عارف إن هي دي أقوى أسباب البلاء والغلاء، وعارف إن في إيجارات شقق بتعدي 2000 وال3000 وال4000 وال5000، بس هو طبعا مش في الشهر، بس هو مش هيروح ناحية الحتة دي. كذلك الفواتير، فواتير كهرباء، فاتورة مية، فاتورة وقود، الحاجات دي كلها ممكن الفاتورة توصل أحيانا في بعض الأماكن لأرقام خرافية. فبرضو عايزينه يورينا الفاتورة بتاعت فلان اهي جت بكذا، والفاتورة بتاعت علان جت بكذا. بس انا عارف انه حتى لو هيعمل الموضوع ده هيختار الناس اللي ما بتدفعش غير فاتورة الكهرباء في مكان رخيص، او في مكان الفواتير بتيجي فيه رخيصة، وفي اوقات الفواتير بتيجي فيها ارخص من المتوسط عشان يقنعكم ان الفواتير رخيصة. ده لو راح لحتة الفواتير. فيا ريت يا استاذنا تورينا الايجارات والفواتير، والناس اللي ما عندهاش تأمين هتدفع كام في العيادة لما تروح. يا ترى هيدفعوا كام عشان يتلقوا الرعاية الطبية، ورسوم الدراسة في الجامعة برضو بكام، وأسعار البيوت والحاجات دهية. طبعا الحاجات دي يا اخوانا بيتجنبها أستاذنا الدكتور أيمن، لأنه هو عارف إن أغلب مصاريف المعيشة جاي منها. بيركز طبعا على أسعار أكل أو أسعار ملابس هتتلبس مرة في السنة أو مرة كل كم سنة وهكذا يعني. فهو ده اللي بيركز عليه. فمن فضلك عشان تثبت لنا بقى أن الأسعار في المتناول، ورينا بيدفعوا كام مصاريف زيارة الطبيب، رسوم الدراسة في الجامعة، والإيجارات والفواتير. بارك الله فيك وأفادكم الله. كذلك بالنسبة بقى للتعليم في المدارس اللي هو قال عليه إنه هو ممتاز. شوفوا يا اخوانا، المدارس في امريكا في مدارس مستواها كويس، عشان اكون منصف، بس عشان ايه ما تفتكروش ان انا جاي عشان اقول لكم الوحش، بس انا بقول الصورة كاملة. في مدارس كويسة مستواها كويس، ولكن في مدارس
لحد الثانوية العامة مستواها منحط، وفي مدارس مستواها منحط جدا، وفي مدارس ولادك العيال هتبلطج عليهم وتضربهم. فأنا بقول لحضرتك إن المدارس في أمريكا مستويات مختلفة، منها الكويس ومنها اللي المدرس ما بيشرحش حاجة، منها مدارس ذات مستوى منحط. فاللي يفهمك ان مدارس امريكا كلها مستواها كويس ده اسمه كذب وتدليس. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.